مساء الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون اول يوم؟ صداع متمكن. انا قاعدة من الصبح، قاعدة من الساعة يمكن 10، بس قلت يعني اقوم شنو اسوي؟ فقعدت حاولت ارد انام، ما قدرت. بس هذه القعدة مالت ان انت تتقلبين وتحاولين تردين تنامين جابت لي صداع. اوريدي ماكو قهوة. فؤادي. المهم بحط ميك اب سريع عشان الشنو فطورنا بالبيت اليوم ان شاء الله. انزين، راح احط مرطب ليوم المرطب لان احس اني عطشانه. يا ربي. المهم حطيت مرطبي والسيرم. طبعا اول شيء هذا السيرم من تارا، هذا السيرم وايد حلو ويوحد لون البشرة. اذا لاحظتوا انه هني وايد فتح عندي، انا هني وايد اضمج. شوفوا شلون فتح، عجيب. وايد احب هذا من تارا، وايد احبه. تحطونه قبل المرطب مالكم. طبعا يسألوني ايدك شلون كذي لونها ما شنو. صراحة انا ما عندي شيء، يعني ما عندي روتين معين حق ايدي. انا اي شيء احطه على وجهي احطه على ايدي. وطبعا ارطب يعني خلال اليوم، دائما بجنطتي مرطب حق الايد. بس هذا اكثر شيء اسويه. تو نازلة حق اهلي، قاعد اطمن على وجبتي. الله وجبتي عاد. اقعد اقول حق بابا شنو الفطور؟ ما شكو سأل بابا شنو الفطور، شنو درى؟ يقول لي كل خير. قلت له يعني شنو؟ كان يقول لي اصلا انت اللقمتين وبتشبعين، يعني ايش تبين؟ قلت له صح. نزلت لهم في حلو اليوم ولا ما في حلو؟ يقول ما في. قلت له ما طلبت؟ تقول لا تطلبين. وانا ادري والله ادري، بس اكل تمره واشرب لبن بس خلاص راح اشبع. ادري انا ايوع الساعة كذي 8 9. عاد ما ادري هالسنة شو الوضع، يعني اتمنى انكم تقدرون ان انا قاعد ارسم حواجبي اول. لازم تتحملوني لان انا ما راح اسولف عن الاكل. اوكي. قاعد افكر اليوم شنو الاشياء، يعني شنو بطبخ لكم. يعني ابي اطبخ لكم بسناب. ايش اللي ضاع اليوم؟ شيء. ابي اطبخ لكم بسناب، فقاعد افكر شنو نطبخ لكم يعني. فلازم اخلي ماما تسوي لكم الكريم كراميل مالها. ينا ألذ كريم كراميل ما ذقت نفسه بوجودي كله. يعني بقول 36 سنة وانا الاسبوع الجاي بصير 37. راح اقول 36 لين اصير 37. 36 سنة ما ذقت كريم كراميل احلى من كريم كراميل امي. فلازم اسوي لكم اياه عشان تجربون اللذاذة. زين. يمه يخرع وجهي حواجب بدون فاونديشن. راح اخذ الكونسيلر بس احدد. طبعا ما ادري صح غلط، ما ادري، قاعد الف بس احس يبيله تنظيف لازم. وشفت كذا واحدة شي تسوي. فاحنا شنو مع الوقت حنعرف شنو الصح وشنو الغلط.
شافتوا فيه يخرع شكلي والله. نحط شوية فاونديشن. الحين المعضلة بالنسبة لي شنو؟ هذه الجزئية شلون ما تروح وانا قاعد اوزع الفاونديشن. وهم حواجبي يعني انتم ساعدوني بهال، يعني اكيد عندكم احد مجرب هالتكنيك من قبل. لما اخلص الحين الميك اب حواجبي فيهم لمعة، عرفتوا؟ يعني وجهي كله مات وحواجبي كذي. شنها مدهنة حواجبي، حلو شكلها. فتطفون الحواجب بشنو حق اللي يسوون هالتكنيك. وايد منكم امس قررتوا انكم تسوون التحديات معاي، فتحمست زيادة الصراحة. في بعضكم اصلا كتب الرسالة، تخيلوا. ف الحلو بالموضوع ان في ناس كتبوا الاحساس اللي انا حسيته، فحسيت نفسي طبيعي. لان لما رحت حق ميمي الصبح قاعده اسولف معاها، قلت لها ميمي التحدي كذا كذا، قلت لها امس بكيت، وانا بس قاعده افكر بالموضوع. تطالعني تقول لي ايش دعوه. فحسيت انه مو كل الناس حاسين نفس الاحساس. يعني في اشياء عند ميمي سهله انا عندي وايد صعبه، والعكس صحيح. في اشياء انا عندي وايد سهله عند ميمي وايد صعبه، فكل واحد يختلف عن الثاني. فراح اقرا لكم رساله ان شاء الله، وراح نتناقش بالموضوع. زين، حطيت على وجهي اللي هو هذا Give Me Sun من ماك. اوكي، شو يتكتل؟ بعدين خذيت بسام فتوح. ابوي شفت بسام فتوح بايطاليا، شفته بالفندق. انا داشه الفندق وهو طالع من الفندق، ساكن بنفس فندقي. انا داشه، تعرفون لما تشوفون وجه احد يصير فيكم قاعد تسوون سيرش بمخكم من هذا من هذا من هذا، عارفه عدل يعني اعرف وجهه. شو طالعني كان يقول لي دلال، قلت له بسام صح؟ يقول لي ايه. كان يقول لي كيفك شو اخبارك؟ قلت له اول مره اشوفه بالصدق. كيفك شو اخبارك؟ قلت له تمام الحمد لله. قلت له انت كيفك شو اخبارك؟ يقول لي تمام. طبعا ميمي فان، ميمي وراي بتموت. بس قلت لها ادري بس يا بنت الحلال. طول ما والله انا قاعد اسولف معاه وهو قاعد يقول لي ما احلاكي بالحقيقه ما شنو. قلت له ثانك يو سو ماتش، يعني كل شيء ما شنو كذي. وميمي صار معاه. قلت لها بس يا بنت الحلال بس. فحسيت يعني انا داشه ببدل حق الفوتوشوت وهو طالع مع احد، يعني الوضع ما يسمح ان انا اقول له بصور معاك يعني. فما قلت له، يعني استحيت. ما شاء الله لون عيونه كذي كنا السما، ما شاء الله لا اله الا الله. ازرق كنا السما ما شاء الله. طبعا ميمي واي كان ودي اقول ان انا احب. قلت لها يعني الحين بتسمعي ايش تقولي له؟ ان انا وايد احب حمرتك، الحمره اللي بالكولكشن مالك وايد حلوه، ليش كله سولد اوت؟ قلت لها اشوى انه مستعيل الرجال، اشوى انه مستعيل. يعني بتقولي له كذي شنو بيقول لك؟ ان شاء الله راح ازيد انتاجها عشان خاطر عيونك. ميمي تضحك. نسيت احط شيء، خلنا احطه الحين لحظة. بس انظف تحت عيني. قبل كنت احط
جرافتوبيان تحت عيني، وايد حلوه جرافتوبيان صراحه. خلينا نحط جرافتوبيان. الحين قاعده احط هذا لورا مارسيه. انزين الحين قاعده احط لورا مارسيه، بس برجع احط جرافتوبيان لان جرافتوبيان يعني احسها صديقه بشرتي اكثر. هذه تحدد الانف وتحافظ على نظافه المكياج، يعني ميكينج، تعطي تغطيه اكبر حق تحت العين كذي. الحين لما احط اي شادو اي شيء يطيح ما راح يتاثر تحت العين. نعم تعالي. الحمد لله على السلامة. شنو هذا؟ الحمد لله واقفة على ريلها تمشي. الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية يا عمري. ديري بالك على نفسك، تقوي، اخذي هالفيتامينز. يلا يلا باي باي. زين سولفوا لي شنو فعالياتكم برمضان؟ شنو تسوون؟ شنو كشخة أول يوم؟ احنا قررنا، شوفوا انا نوعي ما احب البيت اللي يكون فيه صالة استقبال ما تتبطل الا حق الضيوف. انا ضد هذه الفكرة، عرفتوا؟ يعني اذا بتحطون شيء فخم حطوه حقكم انتوا، مو حق ناس بيون مرة بالحياة او مرتين بالدنيا كذي، فهمتوا؟ انا ما احب. فاحنا بس ماما وبابا فكرهم مال قبل انه لازم يكون في صالة استقبال ما حد يستخدمها ما ادري شنو، بس الناس الضيوف اللي يجون. فميم اقترحت انه بدال لا نقعد بصالة المعيشة تحت، خلاص نسوي صالة الاستقبال هي صالتنا الاساسية برمضان. الحمد لله الحمد لله ماما وبابا رضوا بشكل يعني غريب. احنا انا ما صدقت. فحطينا تلفزيون بصالة الاستقبال ووزعناها بطريقة ان نقدر نقعد فيها براحة. وطبعا انا حجزت قنفتي لان انا بعد الفطور لازم انسدح ما اقدر، لازم اشرب شاي وانا منسدحة، ما ادير ويلاتي، حاطة مخدتي مدروخة كذي، انام اقعد اكل حلو ارد انام اقعد، اشرب قهوة ارد انام اقعد. هذا روتيني ما بعد الفطور. فحجزت انا قنفتي. اول ما حطوا القنفة قلت لهم هذه اللي على اليمين مالتي، ما حد يقعد عليها. حط رموش ولا لا؟ حط رموش. لحظة بوريكم شيء سافل، بوريكم اسفل شيء بالحياة. يما شوفوا الدشداشة الحقيرة. ماميسي يا ماميسي، شنو هذا؟ ها؟ انتي ديدي تحب دشداشتك الحلوة، انتي ديدي تحب دشداشتك الحقيرة. شوفوا فيها جينز. شنو هذا؟ افقص. ويما زين حطيت جل الحواجب، بضبطهم. اوكي، فقرتكم المفضلة يا اعزائي. رموشي موجودة بالبوتيك، شوية مشتطة، عادة هي مو بهالاشتطاط. الله جرافتوبيان احلى من لورا مارسيه. زين الحين في شغلتين خذيتهم من ايطاليا عجبوني فبقول لكم عنهم. اول شيء هذا الهايلايتر من سيفورا، شوفوا لونه وايد حلو، شوفوه على البشرة. لحظة. اوكي حطيت البلاشر، خلطت هذول الاثنين ماك وديور.
اول شيء راح انا ما راح يعني ما احب اخلطهم مع بعض لان كل واحد لونه مختلف، بس يعني ابي اسولف لكم عنهم هم الاثنين فراح احطهم فوق بعض. هذا الهايلايتر من سيفورا، اذا تبون هايلايتر رصفته بينك وناعم يعني مو وايد انتنس يخرع، هذا من سيفورا وايد حلو. اذا كنتوا قاعد تدورون على شيء كذي وردي، شوفوا وايد حلو. اوكي، اما اذا كنتوا قاعد تدورون على هايلايتر يكون عرس وهم حلو شي تنورون، شنو هو؟ هذا من رير بيوتي، هم خذيته من سيفورا ايطاليا. زين بنات لمعته تعقد، انا هذا استخدمته اوريدي بايطاليا وايد حلو. شريت درجه ثانيه ودرجتين اللي هي على وردي كنا، خليني اتذكر ما ادري نسيت. نفس اللون ولا شو؟ حوله لا شوي اي هذا على وردي. حاولي خذيت نفس اللون اثنين، فراح نحط اللي على وردي. انا جربت الثاني بس لاني حاطه وردي فبحط اللي على وردي. بس اللمعه شنو من القمر، يشوفونكم من القمر. واو جوي، شوفوا وياكم يصير جلوسي يعني كأنكم جلاس. بعدين راح اخذ منه شويه واحطه هني لان الوجه زومبي حاليا، احنا نبي نعطيه حياه. لما تحطونه هني على مدمع العين شنو تصيرون؟ نعمة ربنا حلاوة شمسنا بالضبط. خلصنا. الإضاءة اللي هني ماتت الحمد لله على نهاية التوتوريال. بعدين بحط فوقها رير بيوتي، هذه اسمها ليف مسج. بعدين ارمز خلصت انهارت بتموت، اسمها روز امبر. وانتهينا والله. يلا نلبس ونروح نأذن ماما بابا تحت لين يأذن. باي باي.